النهارده بقى نعمل مع بعض الكشري المصري. هنعمله كشري الحله الواحده بكل سهوله، ولا حلل كتير ولا اي حاجه. بجد الطريقه ناجحه وهيطلع حلو قوي، هيعجبكم جدا. شايفين؟ اول حاجه طبعا هنجيب حله كده على النار فيها شويه زيت، وهنحمر الشعريه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بنستنى اللون الذهبي. بعد كده بنجيب بقى ربع كيلو عدس، احنا غسلينه غسله كويسه، وبننزل على الشعريه على طول، ونقلب تقليبه. بعد كده بننزل بالرز على طول، كيلو مثلا رز حسب الكميه اللي احنا عايزينها. وبنقلب الرز لحد ما يسخن شويه معانا. بعد كده بننزل بكيس مكرونه صغيره وكيس مكرونه سباكيتي، نبدا نكسرها كده. موضوع سهل قوي يا جماعه بجد يعني، وانا شايف ان الطعم يعني هو وافضل كمان من اللي احنا بنعمله. مع شويه الملح، التوابل بقى بتاعتنا، شويه كمون، شويه فلفل اسود، فصين توم كده مفرومين، عشان هيعلوا معانا التيست قوي يعني. بجد بيطلع بطريقه حلو يعني، بيطلع طعمه حلو قوي يعني. واهم حاجه بقى هنا الميه سخنه، ويكون الحاجه سخنت قوي، الرز سخن قوي والميه سخنه، عشان يطلع لي كشري مفلفل كده وجميل. طبعا هنسيبه يغلي غلوه ونوطي عليه. تاني حاجه بقى هنعمل الصلصه بتاعتنا. شويه زيت فيهم كام فص توم كده، على شويه الكزبره. ومخليش التوم تاخد لون، يعني الكشري يا جماعه مش لازم التومه بتاعتي تاخد لون، يا دوبك بس يعني سوتيه كده خفيف. وننزل عليها بغطيين خل، وبعد كده بننزل عليها بالصلصه اللي احنا عاملينها، شفشقين مثلا طماطم او حاجه. ونسيبها بقى تاخد غلوه، وندي الملح بتاعنا والكمون والفلفل الاسود. وبكده الصلصه بتاعتنا تمام قوي. نبدا بقى نعمل شويه الشطه الحلوين بتوع الكشري، شطه الزيت الحلوه، قرنين فلفل حامي مع طماطميتين، مع شويه زيت، يا دوبك يتبالوا، وننزل عليهم بمعلقه شطه زي ما انتم شايفين كده. ونروح حاطين شويه صلصه من بتوع الكشري عليهم، ونسيبهم يغلوا مع بعض عشان نطلع احلى شطه. الدقه، شويه ميه عليهم شويه خل، ملح وفلفل وكمون والليمون. وناخد برضو معلقه صلصه كده صغيره من بتاعه الكشري ننزل عليهم. يبقى كده عملنا شويه دقه حكايه. تعالوا بقى نعمل شويه البصل المقليين الحلوين بقى الكريسبي. اهم حاجه نغلفهم زي ما انتم شايفين كده، نغلفهم بالدقيق حلو قوي. ده مهم، ما نسيبوش كتير في الدقيق عشان هيعرق وهينزل، مش هيبقى كريسبي في ساعتها على طول. وزيت سخن ونروح نازلين عليه. اهم حاجه يبقى متغلف كويس قوي بالدقيق. شايفين الكشري بقى عامل ازاي يا جماعه؟ بصوا، ولا معجن ولا اي حاجه، وطالع كل حبايه بحبايتها بجد، وريحته تحفه. طبعا شويه التوابل اللي احنا حطيناها عليه، شايفين النتيجه عامله ازاي؟ بجد لازم تجربوه، عشان بقى ما نقعدش نعمل حلل كتير ومستصعبين الموضوع قوي. لا بجد الطريقه دي حلوه وهتعجبكم جدا. شايفين بجد تحفه وريحته حلوه قوي. لو عجبتكم الوصفه، ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وفعلوا الجرس ليوصل لكم كل جديد. سلام.